اما ما يحدث الان للاسف هو في مكان، هو للاسف الشديد في مكان ما يصحش ان نقول عليه مصر. والله ما يحدث الان اللي بيحصل ده هو في مكان ما ينفعش نقول عليه ان احنا في دولة مصر. احنا تقول في يعني زي ما نكون عايشين في حلم كبير. وحلم ايه ده؟ مش حلم، ده كابوس. ده حلم عبارة عن شياطين جسمة تجسم على صدرك في اللي احنا بنشوفه ده كله من الخيانة الكبرى اللي بتحصل دي كلها. وللأسف الشديد كمان بكل بجاحة بيجيب الخونة اللي كمان مدمرين. بص بقى، مدمرين الفلسطينيين والمستضعفين في الأرض. ابن زايد ده مدمرهم، وهو اللي عامل الحرب في السودان، وهو اللي واخد سد النهضه من دي، وهو اللي اساسا منفذ كل عمليات الاستثماريه لبني صهيون، هو اللي وراها، وهو الحرب اللي في الصومال، وهو اللي زارع العرجاني في لبني صهيون. عن طريق كل ده بني صهيون اللي بتخطط، هو بيخطط هو بينفذ. يعني هو بينفذ. كل الجيش العصابة الصهيونية كلهم بيصيفوا عايشين في الإمارات في دبي. اطلعوا روحوا دبي وشوفوهم عايشين. محتاجين جايبوا وحطوا جوه المنشآت العسكرية. تسمح تقول لنا يا عبد الفتاح يا سيسي انت جايب الخاين ده، الخاين اللي كان بيبيع الفلسطينيين ومدخل في مؤسسة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر هناك تبع ناس شغالة في تبع الامارات وتبع الموساد الاسرائيلي، المخابرات الاسرائيليه والاماراتيه، ناس عملهم تبع الموساد عشان يخشوا ويتجسسوا على الناس الغلاء، الناس المقاومه اللي ما عندها اسلحه بدائيه بتحارب بالعالم كله، بتدافع عن اطفال ونساء. مدخل الخونه. تخيلوا ابن زايد ده عملها عشان يتجسسوا على منصات الصواريخ بتاعت المقاومه الفلسطينيه ومن بتضرب منين ويعرفوا كل حاجه. مدخلهم في وسط الهلال الاحمر والصليب الاحمر اللي كان بيخش لهم هناك، عاملهم ان هم ممرضين او دكاتره او عمال زي ما عملهم، وهم تبع المخابرات الاماراتيه والموساد الاسرائيلي، تبع الامارات وتبع الموساد الاسرائيلي الخاين كمان. شوف تخيلوا دي حاجه تزعل جدا يا جماعه. تخيلوا قمه الخيانه. يعني انت مش سايبني كمان واقف سلبي، ده انت بتعين عليا كمان العدو الابدي ليا، عدو الله. ده اليهود دول اعداء الله، ما هو لسه قايل لكم القران. الله بتعينهم. جايبه انت يا سيسي تسمح تقول لنا جايب الخاين ده مدخله منشاتنا العسكريه ليه؟ تسمح تقول لنا جايبه تحط صوره الخاين في السماء بتاعت مصر على المنشاه العسكريه بتاعتنا؟ رايح تديله ارضنا ليه؟ رايح تديله حياتنا ليه؟ الا اذا كنتوا انتوا كلكم يهود. انت يهودي ابن يهوديه وابن يهودي السيسي ده، وانت التاني دون تربيه حرام واكل وتربى جوه في وسط الحريم اليهودي. ابن زايد ده كلهم تربيه يهود، وكلهم يهود الديانه جنسيه اسرائيلي، ولكنهم خونه. هم بيردوا علينا، خلي بالكم اوعوا تستبعدوها، بيردوا علينا بكل العمليات اللي عملت. ده عار في جبين والله العظيم ما يحدث الان، عار في جبين الجيش المصري والمخابرات العامه والحربيه والتحرير. اقسم بالله عار في كل الهيئات الوطنيه ان كانت وطنيه في اللي بيحصل ده، وعار في جبين الشعب المصري الوطني ان كان وطني. اقسم بالله الذي لا اله الا هو يحاسبنا على عار. هتذكروا الحقبه السوداء دي في التاريخ. انا مش عارف هتقول عليكم ايه في التاريخ والله، وهتقول علينا ايه كلنا في التاريخ. جايبوا شهدائنا وابطالنا في القوات المسلحه الوطنيه، الناس اللي يعتبروا هم مصر، بترفع صوره الخاين علنا. طب يا راجل، يعني انا من لحد دلوقتي مش مقتنع. وتعمل له حفله وانت بتبيع له دم مصر. السيسي بيعمل حفله وهو بيديله دم مصر، مديله انبوب بيطلع الدم المصريين، بيديه ابن زايد ياخده ويطلع بيه العصابه الصهيونيه لهم الدم اهو. هو ده اللي موجود. عار في الجبين والله، عار في جبيننا كلنا. وللاسف الشديد الكل قاعد بيتفرج والكل قاعد بيشاهد، محدش بيعمل حاجه خالص. لنا الله باذن الله. اللهم اننا قد سجلنا هذا الكلام يا رب ليكون لنحتج به باذن الله يوم ان نلقاك باذن الله. نقف ونقول يا الله لقد قلنا كلمه الحق امام الخونه، وقلنا كلمه الحق امام الحكام الجائرين الظلمه الخائنين،
ولا نخشى ولم نخشى ولم نبالي إلا بك يا الله. اللهم اكتبها لنا في ميزان حسناتنا. قلناها قبل ذلك في النظام الفاسد أيضا الخائن، نظام الرجل المخلوع مبارك، وخرجنا وقلناها كلمة حق أمام الله وأمام الدنيا جميعها، وكنا لا نخشى أيضا إلا بالله الواحد الديان القهار. والآن أقولها من هنا كلمة الحق، أن الكل لن يذكره التاريخ إلا بأسوأ الكلام، لن يذكره التاريخ أبدا بذكر حسن، وإنما سيكون بكل سيء وبكل شر وبكل رذيلة. سيذكر التاريخ هؤلاء الذين يقيمون الآن وبيدهم أن يفعلوا شيء ولم يفعلوا. والله هذه الحقبة السوداء التي فاحت منها الخيانة، أن كل رجل يملك لديه من الإحساس ذرة من الإحساس، والله لا يعمل زي اللي أنا بعمله، ذرة من الإحساس والكرامة والوطنية، ولكن للأسف الكل يعيش عيشة البهايم، الكل يعيش عيشة البقر، الكل عايز يأكل ويشرب وينام ويخش ويروح ياخد الدش ويطلع من عند دي يخش عند دي، والنسوان والمخدرات، وأهم حاجة الملذات. قلت فيما قبل العهد الجاهلي هو ده اللي والسرقات والنهب، ويجري يفحطوا في قلب البيوت في مصر، يطلعوا عشان الآثار ويروحوا عشان يجيبوا المخدرات. هو ده الوقت اللي شغال في مصر، ولا حد هارق معاه. للأسف فئة كبيرة كالنعاج وكالخرفان، عديمة إحساس وعديمة وطن وعديمة وطنية وعديمة كرامة، أقسم بالله وعديمة شرف كمان. هم مستأنسين ومؤنسين، المؤنسين يفوقوهم في الرجولة والله هؤلاء الفئة الكبيرة اللي موجودة. وما أقول عليهم وطنيين إلى ما نقول عليكم وطنيين عندما تتأخرون أكثر. فأين الوطنية عندكم؟ فين الوطنية عند الناس اللي أنا بقول عليها الوطنيين؟ ما شايف والله وطنية، أنا اللي شايفه كله تخاذل وانبطاح ونوم، والكل يلبس ثوب النساء، والكل يرتدي على رأسه طرحة النساء، والكل يجلس ويشاهد كفيلم السينمائي، يأكل ويشرب كالبهيمة، يدخل الحمام كالبهيمة ويتقاصر كالبهيمة. هو ده اللي عنده خلاص. أما من يحكمه لا يفرق، يعيش عبدا مش فارقة معاه طالما زي البهيمة بيأكل ويشرب، يعيش ذليلا طالما زي البهيمة بيأكل ويشرب. كل الأغلبية اللي موجودة فيك يا مصر إلا ما رحم ربي من الوطنيين، على رأسهم والله رجالة أهل الوراء. اللهم أرزقكم القوة يا أهل الوراء، نحن معكم جميعا، أنتم تحاربون عدو صهيوني. والله ما تفعلونه الآن عدو صهيوني بلطجي بيحاول يطلعكم من أرضكم وملككم بالعافية، يقلدوا، بل هم ليس يقلدوا بل إنهم يفعلون كما تفعل العصابة الصهيونية، أوامر منها. كل ده لأن برضو الوراء مين اللي هتاخدها؟ بني صهيون ابن زايد اللي دافع عربون فيها، برضه نفس الكلام. فكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي للأسف الشديد لن يذكره التاريخ إلا بكل سيء وبكل رذيلة، ولن يذكره التاريخ أبدا بذكر حسن. زي ما بقولها للمرة الثانية، والله سنكون جميعا في مزبلة التاريخ، وسنبوء جميعا بكل ذكر للأسف الشديد لا سيء فوق غاية السوء. والله سنبوء جميعا بذكر غاية في السوء من الأجيال اللي جاية، وسيذكر التاريخ هذه الحقبة بأنها الحقبة السوداء، حقبة صفراء سوداء مليئة بالأحقاد ومليئة بالغل ومليئة بالفساد ومليئة بكل موبقة وكل رذيلة ومليئة بالخيانة ومليئة بالغدر ومليئة بكل شيء موبق على وجه أرض مصر. والله كل ده سيذكره التاريخ وأكتر من اللي أنا بقوله، وسيجعل يفطى بإذن الله لوحات سوداء يسجل فيها الآن الخائنين اللي أنا عدتهم كلهم، والغدارين والذين باعوا مصر وباعوا شعب مصر وباعوا أهل مصر ودمروها وخانوا مصر وخانوا عرض مصر وخانوا شرف مصر وخانوا شعب مصر كله ودمروه. كل ده إن شاء الله في لوحات سوداء بأحرف من القاذورات ستدون وستكون في أقصى قاع المستنقع بإذن الله. اللهم تقبل منا يا رب بإذن الله،
واجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا، لا نبغي إلا أن تكون بلدنا تعود مرة ثانية إلى أهلها مصر الوطنيين الأحرار اللي هيخافوا عليها ويصونوها، مش هؤلاء الأراذل، النظام الأراذل الموبق، هذا النظام الخائن اللي هو ما هو إلا نظام الحزب اللاوطني اللي قامت عليه ثورة 25 يناير، وما تحميهم من الداخلية البلطجية. أيضا هذا النظام المتكامل الفاسد الجبروت الذي تجبر في الأرض وتوغل في جذور الأرض، بإذن الله ليس بكبير على الله بأن الوطنيين ستنتصر عليه، وستحاسب هؤلاء جميعا بإذن الله على أنهم خانوا مصر وخانوا شعب مصر بإذن الله رب العالمين. أنا بحييكم جميعا أيها الوطنيين الأحرار، أنا بشكركم جميعا والله إن